مساء الهنا، لو أول مرة تشوفوني أنا اسمي سما. تعالوا النهاردة معايا هنعمل لانشون البيف أو لانشون اللحم بكل بساطة وبدون تكاليف وبدون تعقيد. هنعمل لانشون بطريقة غنية جدا والطعم جامد جدا جدا، وأوعدك أطفال وكبار هيطلبوا منك. ويلا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنسونيش بالاشتراك في القناة ويلا نقول بسم الله. أول حاجة هجيب الكبة بتاعتي وهيكون عندي 100 جرام من اللحمة المفرومة وتكون مجمدة. يعني انا جبت ال 100 جرام من اللحمه المفرومه وحطيتهم في الفريزر شويه، هنزل بيهم خلاص تمام، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الميه الساقعه جدا، معلقتين بالظبط. وابدا بقى اخلط الخليط كل ده مع بعض كويس جدا. بعد كده لما يبداوا يبقوا موجودين في مكان واحد بالشكل ده اعرف ان هم اتخلطوا كويس جدا جدا. هبدا بقى انزل عليهم بثلاث بيضات، وطبعا معلقه من الفلفل الاسود. ممكن تضيف الفلفل الاسود لما نبدا نضيف التوابل، بس انا بحب اضيفه مع البيض على طول. هنا خلاص بعد ما خلطته كويس جدا وده يبقى الشكل عندي. يلا بينا ندخل على المرحله اللي بعد كده. في المرحله دي ابدا بقى اظبط الملح، معلقه صغيره من الملح كده تمام، معلقه من الثوم الباودر صغيره، معلقه من البصل الباودر صغيره برضو. لانشون البيف او لانشون اللحمه مهم جدا البابريكا فيه، يعني دي من الحاجات المهمه. بعد كده عندي 2 من الحبهان بفضيهم بالشكل ده وانزل بيهم على المقدار. على فكرة الحبهان هنا بجد بيقلب اللانشون وبيخليه جامد. بعد كده الخطوة دي اختياري، عندك معلقة كبيرة من الكاتشب او معلقة من الصلصة، ما عندكيش الاتنين مش مشكلة، مش هيدي معاكي. انا لما عملته بالطريقتين بصراحة هو في الصلصة بيدي طعم غني شوية، لكن لو مش عندك عادي خالص مش مشكلة. الخطوه اللي بعد كده واللي الناس كلها برضو مشهوره بيها ان لازم جبنه مثلثات. جبنه مثلثات لا مش شرط خالص، تقدري تنزلي بجبنه كريمي، 3 معالق من الجبنه الكريمي. تقدري تنزلي بجبنه قريش. الجبنه هنا بتعمل ايه؟ الجبنه هنا بتعمل الطراوه للانشون، لكن مش شرط خالص ان لازم تكون جبنه مثلثات. المتاح عندك والموجود نفذيه. انا كده نزلت ب3 معالق من الجبنه الكريمي عادي خالص. بلاش تصعبي الامور على نفسك. بعد كده هنزل بنص كوباية من الزيت، ويا ريت الزيت يكون طعمه حلو. واخر حاجة هنزل بنص كوباية من النشا. بذمتكم في اسهل من كده؟ الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، ونقدر نعمل لولادنا كل حاجة بجد نظيفة وحلوة قوي. بعد كده برضو هنزل بقى باللون الغذائي كده، نقطتين كده من اللون الغذائي الاحمر الجل، وده طبعا اختياري، لو مش عايزة تضيفيه مش مشكلة، بس طبعا لازم ندي لاولادنا ان هو اللانشون بيف اللي بيحبوه. وابدا بقى اخلط كل المكونات دي مع بعض، وكده بقى عندي احلى لانشون. بجد حاجه مميزه جدا. بصوا العجينه ناجحه ازاي ما شاء الله. بصوا العجينه بجد هايله، ممتاز. يلا بقى ندخل على الخطوه اللي بعد كده، مرحله. وفي ناس كتير بتصعبها على نفسها ويقعدوا يقولوا بقى نعمل في كوبايات ولا نعمل في ايه. انا بقى بصراحه جبت من الاخر وجبت قالب كيك كده عادي يكون مدور. وانا في العادي مش بوقف نفسي، يعني انا ساعات بعمله. لو شفتوا الفيديو قبل كده في لانشون الفراخ عملت في القالب الانجليش كيك عادي خالص مفيش مشكله. فالمره دي وبيستوي بسرعه، ولا بقى كوبايات ولا ورق فويل ولا ستريتش رول. ما نصعبش الامور يا جماعه، والله المواضيع اسهل من كده بكتير بكتير بكتير. اول حاجه هجيب الطاجن بتاعي او القالب بتاعي وهدهنه كويس جدا جدا بالزيت. خلاص دهنته هنا كويس جدا. هبدا بقى انزل بنص الكميه الاول بتاعه المقدار. نزلت هنا بنص الكميه، هعمل خداع استراتيجي شويه. هبدا بقى انزل بقسم، هجيب كده الفلفل الاسمر بتاعي الحب كده واجي في نص كيلو منه او بالشكل ده تمام. والجزء التاني هنزل بيه، عندي شرايح من الزيتون، هبدا بقى انزل بيها بالراحه خالص كده. ومن الجزء اللي تحت عندي ولادي بيحبوا بالزيتون، ولادك يحبوه نفذيه عشان خاطر يبقوا يعني الحاجه بيحبوها اكتر. ونبعد عن اي حاجه من الشارع، بجد اي حاجه من بره لازم نمنعها بالشكل ده.
ده الشكل بتاعي اهو، يا رب يكون باين في الكاميرا. هبدأ بقى انزل بنص الخليط بتاعي، وكده خلاص نزلت باقي الكمية بالشكل ده. وابدأ بقى على المرحلة اللي بعد كده بكل اريحية وسهولة. عملت نوعين من اللانشون، وطبعا على حسب اللون اللي انت بتحبيه، عايزة تخففي اللون، عايزة تزودي اللون، عايزة ما تضيفيش لون غذائي خالص، اللي يريحك. بس انا شايفاه ان ده اللون المناسب جدا. يلا بقى على المرحلة اللي بعد كده. هاجي بقى لموضوع السوا. موضوع السوا هنا بالنسبة لي سهل جدا جدا، مش عايزين برضو نصعب الامور على نفسنا. بتجيبي حلة عادية خالص اهو، وبتجيبي اي طاجن، وحطيت المية تمام، وبعد كده بنزل بالطاجن بالشكل ده. وعلى فكرة عايزة اقول معلومة، الناس اللي بيحطوا، بشوف ناس كتير بتروح حاطة في اللي بتحط المية واللانشون بيستوي، تضيف بقى بهارات، حبهان، تضيف قرفة، تضيف حاجات زي كده. كل ده مش بيوصل اصلا للانشون، فمالوش اي لازمة خالص. انا كده هبدأ ان انا بطريقة صحية جدا وبسيطة جدا هنزل بقى، هبدأ ان انا اسوي اللانشون بتاعي. كل الخطوة اللي هعملها بعد كده بجيب ورقة زبدة، وابدأ ان انا يعني اغطي اللانشون كده عشان مفيش اي مية تنزل عليه من فوق خالص. كده خلاص انا كده خلاص حطيت اللانشون اهو، وابدأ بقى اغطي عليه كده واسيبه 40 دقيقة بالظبط، يبقى مستوي ان شاء الله تمام التمام. تعالوا بقى بعد المدة المحددة اللي اتفقنا عليها نشوف اللانشون بتاعنا بقى عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. هبدأ بقى دلوقتي اختبره بخلة. هبدأ بقى بالخلة كده واشوف السوا بتاعه. تمام كده بقى هايل جدا. كده خلاص نطفي عليه. الخطوة اللي بعد كده لازم اسيبه في التلاجة مش اقل من نص ساعة، لازم يبرد تماما على التلاجة. نشوف اللانشون بتاعنا. واو، بس ما شاء الله، تحفة، تحفة بجد. اللون بتاعه رهيب. يلا بقى نقطعه. مش قادرة اقول لكم بجد اللانشون ممتاز. النتيجة بجد رهيبة رهيبة. بصوا الجمال، بصوا اللانشون حلو ازاي، طرية وجميل. الزيتون فيه ازاي كتير. وكده يبقى سهل جدا بالنسبة لي. بالطريقة دي نقدر احشي بيه سندوتشات بكل سهولة. طبعا عايزين نعمله في كوبايات متاح، وعملته قبل كده في كوباية يطلع معايا مدور وجميل. بصوا الشريحة رفيعة ازاي، بصوا الشريحة قد ايه رفيعة. بجد جربوه مش هتندموا خالص. واحلى حاجة بقى في الموضوع كله ان انا اقدر احشي سندوتشات بمنتهى السهولة. افتح واحط الشريحة تمام التمام، احلى من بره 100 مرة. وبجد جربي وشوفي بنفسك. يا ريت لو الفيديو عجبكم والكان معايا الفيديو الاخر ما ينسيش سبسكرايب فضلا ليس امرا، ويا رب دايما اقدر افيدكم. والسلام عليكم.